السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم ويا رب تكونوا بخير. اتكلم معاكم النهاردة عن ماتش امبارح الزمالك ومودرن سبورت. مرضتش اتكلم امبارح بعد الماتش عشان انا نفسي كنت متضايق من الماتش، وكنت عارف ان الجمهور متضايق وكده، فقلت لما نهدى شوية ونتكلم في الماتش. قبل اي حاجة، النهاردة الاخبار اللي سمعناها واللي قريناها ان اتأكدت اصابة حمزة المسلوسي بالرباط الصليبي الامامي ففي رجليه اليمين. فانا بقول لحمزه المسوسي الف سلامه عليك، انت لعيب راجل ما ادخرتش معانا اي جهد ولا اي عرق، وكنت لعيب مؤثر من ساعه ما انضميت للزمالك. كنت مؤثر، ولما فريرا اعتمد عليك وبخلاك سيرد باك بقيت احسن سيرد باك في الزمالك، وبقيت احسن سيرد باك يمكن في الدوري المصري وفي الكونفدراليه اللي فاتت، وكان ليك دور كبير جدا في الفوز بالبطولات واخرها الكونفدراليه والسوبر الافريقي. فالف سلام عليك يا حمزه، وان شاء الله انت راجل وترجع اقوى واحسن من الاول، وقدر الله وما شاء فعل. وسلامتك الف سلامه يا حمزه، عشان انت بصراحه احنا كجمهور الزمالك بنحب اللعيب الراجل اللي بيخلص معانا، وعمرنا ما ننسى اخلاصك معانا يا حمزه، وان شاء الله ترجع اقوى من الاول باذن الله. ثانيا هنتكلم بقى عن الماتش وجروس والجهاز الفني، ونتكلم على الاداره في الاخر، لأن الاداره ليها موال كبير شويه. امبارح اول حاجه قبل ما نتكلم الاول على جروس، هتكلم على اللعيبه. انت ما عندكش حجه ايا كان التشكيل اللي بيلعب، ايا كان اخطاء فنيه، ايا كان ايه المشكله، انك تكسب فريق زي مودرن سبورت، فريق هو الاخير في الدوري، فريق لاعب 8 ماتشات مهزوم 4 ماتشات ومتعادل 4 ماتشات، فريق بقاله 5 ماتشات ما جابش هدف، ما سجلش هدف واحد. فاظن ان انت باي تشكيل المفروض تكسبه. عقد لعيب واحد في الزمالك اكتر من ميزانيه النادي يمكن نفسها كلها. ولكن يعني هي دي فصل من الفصول اللي للاسف بدأنا نتعود عليها. انت ماتش تكسب تبقى اول الدوري، والمفروض انت اصلا مضيع تعادلين وهزيمه، المفروض كنت كسبان كل الماتشات اللي فاتت، بغض النظر عن المنافسين وعن ضيعوا ايه، وعن اتجاملوا في ايه وبيتجاملوا في ايه، والمفروض كانوا خسروا وما خسروش ليه، والكلام ده انا ماليش دعوه بيه. انا ليا دعوه بيك انت في ايدك الحاجه، ما تستناش حد غيرك يدي لك الهديه، وجات لك الهديه قبلها بيوم. نتكلم عن التشكيل. جروس امبارح بدأ بالتشكيل في عجاله كده: عواد وعمر جابر والمسلوسي وحسام عبد المجيد وفتوح، قدامهم دونجا ومحمد شحاته، قدامهم محمد عاطف وزيزو ومصطفى شلبي، قدامهم راس حربة الجزيري. مبدئيا التشكيل كان في قله حيله في ان مفيش في حد بيعرف يعمل اسيست او يعمل عمليه الربط بين الدفاع والهجوم ويبقى صانع لعب صريح. دي كان ممكن، انا في رايي الشخصي، وطبعا جروس يعني برضو مش بعدل على جروس، انا بقول كراي مشجع وكراي واحد مارست كره القدم وافهم في كره القدم على قدي. في رايي ان واحد زي فتوح كنت ممكن تستغله في خط الوسط وبنتايك يلعب في الوينج الشمال، لان فتوح اصلا ما هواش فت الفتره اللي فاتت في الباك الشمال، وفتوح كان ثغره وتحس ان هو مش فت. ممكن فتوح ينفع مهاراته، تستغل مهاراته مع قله مجهوده في ان هو يبقى زي صانع لعب. دي حاجه. تاني حاجه زيزو لما بتجيبه من اليمين تلعبه 10 صانع لعب او تلعبه وينج شمال بيفقد كتير قوي، وفي 10 بالذات بيفقد كتير قوي، لان دي مش بتاع زيزو. زيزو بتاع سرعات، بتاع كروسات، بتاع تسديد، مش بتاع لعب ضيق، ومش بتاع يعدي واحد على واحد، ومش بتاع انه يعمل اسيست، ومش بتاع صانع لعب. فانت كده فقدت زيزو، وعاطف نفسه عنده الالتحام وهو مهاراته حلوه. ده انت لو عكست حتى جبت عاطف لعبته في مركز 10 وزيزو في الوينج اليمين، عملت تغيير داخلي ومن هم جوه الملعب، عاطف كورته حلوه، بس هو ضعيف ومش قوي. فدي كانت مشكله. تاني حاجه سيف الجزيري، انت ثبته امبارح في التشكيل، رغم ان انت قبل كده كنت معتمد على مين؟ على حسام اشرف، وقبل حسام اشرف كنت معتمد على ناصر منسي. يعني انت جاي وناصر منسي كان هو اللي بيعتبر هو راس الحربة الاساسي، وفي بدايه انت مسكته، وبعد كده بدات تثبت حسام اشرف، وبعدين امبارح الجزيري. فكده في مشكله. امبارح الفريق كله الا شحاته على فترات بالجرينتا والمسلوسي شويه لغايه قبل ما يتصاب، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب. الفريق كان كله دون المستوى امبارح، الفريق كان كله دون المستوى. جيت في دقيقه 61 عملت تغيير، نزلت ثلاثه، نزلت محمود بن تايك، ونزلت ناصر منسي، ونزلت محمد السيد. طلعت محمد عاطف، طلعت مصطفى شلبي، طلعت سيف الدين الجزيري.
طب محمد سيد نزل يعمل ايه؟ بقيت بتلعب بثلاثه فلات، ثلاثه مركز سته مع بعض. يعني لعبت بشحاته، اي نعم انت موظف 8 بس هو اصلا سته، لعبت بشحاته ودونجا ومحمد السيد. طب ما كنت تنزل واحد زي سيف جعفر كورته حلوه، بلاش حتى تنزل سيف جعفر. ما كنت واحد زي فتوح زي ما قلت، كان هو اللي دخل في النص وفرت التغيير دوت، وطلع واحد من الديفندرات، ورجع بنتايج هو الباك الشمال. مش عارف. وبعدين طلعت سيف الجزيري، كنت ممكن تخلي سيف الجزيري وتخلي واحد تاني اللي يطلع في التغيير دوت، واحد من السردباكاء من الديفندرات، بحيث انك انت سيف الجزيري وناصر منسي مع بعض، ويتلعب لهم كروسات، وزيزو يروح على اليمين وبنتايك يبقى على الشمال، وتلعب لهم كروسات، عشان انت شايف فرقه متكتله قدامك، لازم تحل بالكروسات وبضربات الراس، انما ما يبقاش ناصر منسي لوحده. او كنت نزلت حسام اشرف بدل ما محمد السيد ينزل، كان حسام اشرف اللي نزل، فيبقى عندك 2 رؤوس حربه. كنت لعبت 4-4-2، ما في تكتل زي ده كنت تلعب 4-4-2. فانا مش عارف. فبصراحه كان الموضوع غريب جدا. المهم بنتايك وناصر منسي حركوا الفرقه شويه، كانوا هم احسن من في الفرقه امبارح في الفتره اللي لعبوها. جينا في الدقيقه 84 اتعمل تغيير غريب جدا لما المسلوسي اتصاب، نزل شيكابالا مكان المسلوسي، ورجع فتوح سردباك. طب فتوح سردباك اصلا فتوح مش واقف على رجله، وفتوح ما عندوش قوه وسرعات، وما عندوش جرينتا في لعبه، وما هوش لعيب داشن. فتوح يلعب سردباك ازاي؟ طب كنت رجع دونجا سردباك، كنت رجع محمد شحاته سردباك، كنت دخل عمر جابر سردباك. انما فتوح ابعد ما يكون عن السردباك. ففتوح ادينا شفنا شفنا الوضع عامل ازاي، وشفنا الدنيا عامله ازاي. كان بدل ما نزل شيكابالا كان نزل حسام اشرف راس حربه، وراس حربه مكان المسلوسي، ورجع واحد من الديفندرات دول سردباك. او كان نزل واحد زي سيف جعفر يعرف يبقى صانع لعب، حتى لو عنده مشاكل بدنيه ولا حاجه، بس عنده كرة حلوه، بيعرف يلعب فوق التكتل ده كله. انما كده لا، الموضوع كان وحش جدا. اداره فنيه كانت سيئه، اللعيبه كلها كانت خارج الخدمه، الا الاثنين اللي نزلوا بنتايك وناصر اجتهدوا على قد ما يقدروا. المسلوسي برضو مش هقدر اقول عليه، يعني كان معقول وربنا يشفيه ويعافيه. شحاته كان بيحاول بس كان اسوأ من الماتشات اللي فاتت، الباقي كله كان خارج نطاق الخدمه. المهم الزمالك اتغلب، الزمالك ضيع فرصه كبيره جدا ان هو يبقى اول الدوري. يعني حاجه تحزن وحاجه تزهق بصراحه، وحاجه تقرف بامانه يعني. وبصراحه كل يتحمل المسؤوليه. نيجي بقى، احنا قلنا بقى مسؤوليه لعيبه نمره واحد طبعا قويه جدا، مسؤوليه مدير فني واداره فنيه كانت دون المستوى امبارح. نتكلم بقى على مجلس الاداره. يا مجلس الاداره انتوا مستنيين ايه؟ يا مجلس الاداره انتوا مستنيين ايه؟ مدرب امبارح مش لاقي لعيب ينزله سردباك على الدكه معاه، مش لاقي لعيب يلعبه في صانع لعب مكان عبد الله السعيد، مش لاقي جناح ينزله مكان مصطفى شلبي، فبينزل الوينج الشمال جناح، بينزل شيكابالا بيلعبه جناح، علشان شيكابالا اللي هو عنده 39 سنه وكتر الف خيره وداخل على 40 سنه ولا 39 سنه، وعبد الله السعيد اللي عنده 40 سنه، وهو يعني اللعيبه هي دي اللي بتشيل الفرقه. طب ده ينفع؟ قلنا الفرقه كانت احنا من زمان وقايلها، وهحط لكم في الرابط بتاع الفيديو اللي عامله قبل كده، ان احنا محتاجين 5 صفقات. قلنا محتاجين سردباك قبل اصابه المسلوسي على فكره، ومحتاجين ديفندر، ومحتاجين وينجين، ومحتاجين راس حربه. طب هنقول ايه اكتر من كده؟ السكواد فاضي، الدكه فاضيه، انتوا مستنيين ايه؟ موسم تقدر تخليه موسم استثنائي، عاوزين تخلوه موسم صفري. الدوري كده بيضيع خلاص، والدوري كمان هيضيع، ومش هتطلع حتى تاني ولا حاجه، ولا هتلعب دوري ابطال بعد كده. ده انت هتطلع تالت ورابع بالمنظر ده، ويمكن اقل كمان من كده. يعني مش هتلحق توصل دوري ابطال. كونفدراليه السنه دي قلنا قويه، وقلنا نهضه بركان دلوقتي اول الدوري، وبتكسب كل ماتشاتها وما بتتغلبش، لا في الكونفدراليه ولا في الدوري. وفي الدوري هي في الصداره فرق كبير جدا. في الدوري المغربي القوي جدا على الوداد وعلى الرجاء وعلى الجيش الملكي المغربي، ولا اتحاد العاصمه
فرقه قويه جدا برضو. سيمبا التنزاني فرقه قويه جدا وكلهم اوائل الدوريات بتاعتهم. طب انتوا مستنيين ايه؟ يعني قولوا لنا بقى انتوا مستنيين ايه؟ يعني مش لاك صفقه فشلت، زياد ومشيتوه وفرحانين ان انتوا مشيتوه، ربنا يسهل خلاص ماشي. وعمر فرج وما نفعش. طب وبعدين؟ قلنا عاوزين صفقات، وعاوزين صفقات بكواليتي كويس زي بنتايج، زي ناصر ماهر لما جه، ما هو زي حمدي لما جه، احمد حمدي لما جه، زي عبد الله السعيد. احنا عاوزين صفقات كده، مش عاوزين نجيب من 10 صفقات يطلع 3 كويسين و7 تعبانين. وبعدين مستنيين ايه؟ موسم انتوا شايفين المنافسين بتوعكم عاملين ازاي؟ فرصه بتضيعوا ليه الفرصه ديت؟ طب مستنيين ايه؟ النهارده كام؟ النهارده هو كمان ساعه ولا ساعتين هنبدا 25 يناير، يعني باقي 5 ايام على القيد الافريقي. باقي 5 ايام على القيد الافريقي. ماليش دعوه بالقيد المحلي، القيد الافريقي عشان الكونفدراليه اللي صعبه جدا، والقيد المحلي بعديها بايام. طب وبعدين؟ مش عارف والله اقول ايه. عموما يعني انا مش عاوز اتكلم اكتر كده وانفعل اكتر من اللي انا بقوله دوت. المنظر سيء جدا، احنا مش هنستحمل يبقى موسم صفر تاني. المهم بقى في الاخر عاوز اقول حاجه لعيبه الزمالك. شفتوا الاستقبال الاسطوري لعبد الحليم علي، الاسطوره الحقيقيه، الهداف التاريخي للزمالك. لعيب جه سنه 99 وبطل 2009، جه عنده 26 سنه وقرب يتخطى 26 سنه. يعني ممكن اي لعيب في الفتره دي عمره ما يفكر ان لسه هيعمل تاريخ وجاي من الشرقيه للدخان. فانه يقعد في 10 سنين في الزمالك يبقى هو الهداف التاريخي ويعمل التاريخ ده كله، فده كان اقل واجب يتعامل معاه. لعيب عمرنا ما سمعناه عمل مشكله، لعيب عمره ما جه ساوم الزمالك على حاجه، لعيب لما حتى اجبر على الاعتزال ما رضاش يلعب في فرقه تانية رغم ان هو كان يقدر يدي وكان احسن من اللي موجودين ساعتها. لعيب اسطوره، ده الاسطوره الحقيقيه عبد الحليم علي. حتى اتظلم وهو في الجهاز الفني لما جه في وقت وكانت الاداره الضعيفه ساعتها سابت المدير الفني يصفي معاه حسابات علشان متضايق ان هو اسطوره والجمهور بيحبه، فتلكك له ومشاه. وبمنتهى الضعف مجلس الاداره ساعتها في الزمالك كان ضعيف ساعتها، وافق المدير الفني اللي هو اصلا عمره ما كان زملكاوي، وجم على اسطوره الزمالك، ومع كده عمره ما طلع، حتى عمره ما غلط. فانا بقول للعيبه اللي عاوز يعمل تاريخ واللي عاوز، بص قدامك مثل حي اسمه عبد الحليم علي وغيره كتير، بس شفتوا عبد الحليم علي امبارح. جمهور الزمالك عمره ما بينسى اساطيره، عمره ما بينسى نجوم، عمره ما بينسى اللعيبه اللي اخلصوا ليه. عموما سيبكم دلوقتي، نتمنى من الله نسمع اخبار كويسه، عشان احنا كل مره بنقول نتمنى من الله بنسمع اخبار كويسه. وفي الاخر برضو بقول لحمزه المسلوسي الف سلامه عليك يا حمزه، وان شاء الله ترجع احسن من الاول. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.